هكذا تفخر وهي تكشف عن سحرها الأخاذ. نقاء لم تعبث به يد بشر، تجزم ببصرك حين تراه أن جسد المعمورة المنهك ما زال هنا غضا طريا رغم عمره الممتد لآلاف السنين. إنها قرغيزيا، أرض الجمال المبهر. بلاد احتوتها الجبال من كل جانب وفاضت بها أنهار وبحيرات ازدانت معها الطبيعة بنضارتها، مع امتداد تلك الشرايين التي تخترق الأراضي والوديان على طول البلاد وعرضها بنحو 28 ألف نهر وجدول ورافد تزين جنة آسيا الوسطى. تشكل الجبال نحو 94% من مساحتها، نصفها تقريبا ترتفع بأكثر من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتحوي أراضيها قرابة 2000 من البحيرات مختلفة الأحجام، أشهرها إيسيك-كول، ثاني أكبر بحيرة جبلية في العالم، والتي تعد بحق لؤلؤة قرغيزيا. غابات أشجار الصنوبر والجوز الممتدة على مساحات شاسعة تؤاخي في الجبال 4000 نوع من الأشجار والنباتات العشبية الخاصة، تثري البساط الأخضر الذي يكسو أراضيها، وتشكل غذاء لنحو 500 فصيلة من الحيوانات البرية، وعلى رأسها الخيول التي تربو قطعانها على 1.5 مليون حصان. سكنت أراضي قرغيزيا منذ أكثر من 3000 عام، واليوم تجاور بحدودها الصين وطاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان. أصول أهلها من البدو الرحل، ويعتزون بالإسلام منذ أن فتحت البلاد على يد القائد قتيبة بن مسلم نهاية القرن الأول للهجرة. مساحتها تقترب من 200 ألف كيلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وعاصمتها بشكيك التي يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي. كلمة قرغيز تعني باللغة الأم نحن 40، نسبة إلى 40 قبيلة من البدو الرحل ذوي أصول تركية توحدت وشكلت الأمة القرغيزية. البادية تمثل الطابع الرسمي للبلاد والهوية التي يفخر بها القرغيز، ما دفع الحكومة في 2014 إلى إقامة أول بطولة عالمية تعنى بالألعاب البدوية، وهي مهرجان ثقافي رياضي يقام كل عامين لإحياء الإرث البدوي، تشارك فيه منتخبات من مختلف دول العالم التي تضم أعراقا من قبائل البدو الرحل. ومع الفخر الذي يحمله القرغيز بهويتهم، يواصلون التحليق بجناحي إرث أجدادهم التليد وجمال أرضهم المبهر، وهم يؤرخون للعالم ملاحم التراث البدوي لعوالم آسيا الوسطى. 25 سنة مرت على استقلال قرغيزيا لم تكن كافية أبدا لإظهار الوجه السياحي الحقيقي للبلاد، واليوم يعود القرغيز بسياسة انفتاح اقتصادية جديدة يأملون بها أن تضع قرغيزيا قدما على خريطة السياحة العالمية في غضون العقدين القادمين، ويقولون لمن نشروا الإسلام هنا قبل عقود: هلموا إلينا مجددا، فالمستقبل يحدث هنا الآن. طارق الأبيض، الجزيرة، بشكيك.